السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى من الله أن يلقاكم في أحسن الأحوال. إذا كما كتشوفوا هذه ماشي كفتة ديال اللحم، هذه كفتة ديال السردين بمذاق اللحم، بمذاق الشواء. واللون ديال الكفتة ديال اللحم راها بواحد الطريقة بسيطة وكتجي لذيذة لذيذة. إلا كانوا وليداتكم ما كياكلوش الكفتة السردين راه بهذه الطريقة يوليو كيعشقوها وانتم كبارين وغادي تحمقكم في المذاق. عرفتي كيتغير بتاتا داك المذاق السردين ما كيبقاش، وكتبقى واحد اللذه اللي رائعه بزاف وكتخرج كميه كبيره، وفي نفس الوقت نفس الكفته غنخرجوا منها جوج وجبات. يعني عصفورين بحجر واحد، وفي نفس الوقت اقتصاديه وكميه كبيره. اذا ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو ومع المقادير فرجه ممتعه. لا غنبدا ان شاء الله معكم. انا بالنسبه لي هذا نقيته قديته، ولكن خليت واحد الوحيده بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم قادوا الكفته ديال السردين بهذه الطريقه. انا غنوريكم كيفاش. المهم هذا راه منقي هانتوما. من بعد ما حيدت له الراس وحيدت له هذيك الاحشاء ديالو، هنا كنجيو هنا كنحيدوا السلسول. بسم الله. هانتوما نحيدوا السلسول في مره هكا صافي، وكنجيو هكا لهنا. هانتوما شفتوا كنديروا يدينا، هانتوما شوف كنديروا يدينا هكا وكنحاولوا اننا نحيدوا له ديك القشره الكحله، باش هاد الكفته السردين تجينا حمراء ما تجيناش كحله. الا خليتو ديك القشره كيجي هذاك الكفته السردين كتجي كحله هكا، كتجي حمراء بحال دايره الكفته ديال البكري اولا الغنمي. ها انتم شفتوا، ها انتم نحيد هاد الشويكات. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي. هذه هي الطريقه اللي كندير هكا بهذه الطريقه هذه صافي. وكنشلو ضروري خصو يتنشف مزيان باش ما تجيش ديك الكفته ميها. دابا غندوزو لباقي المقادير ان شاء الله. هنا بالنسبه للمقادير غنبدا معكم ان شاء الله بالتوابل. هانتوما هنا كما كتشوفوا عندي التحميره، عندي تحميره معلقه كبيره، معلقه عامره صغيره، عندي نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه عامره ديال القزبر حبوب مطحون، ربع معلقه ديال الزعتر، نص معلقه ديال التوابل ديال السمك. الا ما كانتش عندكم ممكن ديروا الضامه ديال السمك، ولا ما كانش ممكن ديروا حتى شي حاجه ماشي مشكل، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. شنو هما الحوايج اللي مهمين هنا في هاد الكفته ديال السردين؟ هي هاد القزبر حبوب ضروري يكون، لانه هو اللي كيغير تماما ديك البنه ديال السردين، باش وليداتكم ياكلوه بلا ما يحسوا انهم كياكلوا الكفته ديال السردين. هادو هما التوابل. انا كما قلت لكم راه ممكن تستغنوا على الكفته ديال التوابل ديال الكفته ديال عفوا التوابل ديال الحوت، ممكن تستغنوا عليهم، ولكن الا كانوا راه كيعطيو واحد اللذه اللي زايده. هنا عندي هذيك الثومه اللي كنصايب دائما، راه في السبق اللي شاركتها معكم، ثم كنديرها في الثلاجه. المهم هذه كانت عندكم غتاخذوا منها واحد 4 معالق، ما كانش غديروا واحد الفص ديال الثوم هنايا. هنا عندي لا موطارد، حتى هي الا كانت غتكون افضل، لان كتعطي واحد اللذه غزاله. بالنسبه لي انا ما عنديش السودانيه، انا عندي هاد الفلفله الحاره اللي مرقداها في الزيت بلديه. الا بغيتو نشاركها معكم راه كتجي رائعه بزاف بزاف بزاف. كتبقاو تستعملوا غير هذيك الزويته كتولي حاره، تستعملوها في بيتزا، تستعملوها تنزلوها في الطبيصلات وانتم كتاكلوا شي حاجه وكتغمسوا فيها. غزاله بزاف هاد الزيت هادي غناخذ منها. عندي هنا الحامض مصير، راه سبق لي شاركته معكم، شفتوا كيفاش كيرجع تبارك الله معسل. كناخذ منه غير هذاك الماء ديالو هو اللي كندير باش كيعطيني هذاك الحموضه وكيعطيني هذيك التعليكه. وعندي بصيله صغيره اللي غادي نطحنها مع الكفته، وعندي الزيت بلديه وبصله ومطيشه اللي غندير في قاع الكوكوط، هذيك راه بوحدها. اذا ندوزو ان شاء الله للطريقه. اذا اول حاجه غنديروها بسم الله هي هاد البصيله. انا بالنسبه لي عندي الهاشوار صغيره ما عنديش كبيره، كنقطع شويه بشويه وكنطحن ونحط في البانيو. نتوما الا كانت عندكم الهاشوار كبيره راه غديروا كلشي في مره واحده، التوابل والحوت والبصله. والحاجه اللي نسيت ما قلت لكمش هي الربيع، القزبر والمعدنوس. انا حيت عندي في مطحون داكشي باش ما شاركتوش معكم غادي نديرو. المهم الا كانت عندكم الهاشوار كبيره غديروا البصله والربيع والتوابل وهادشي كامل اللي ذكرت معكم، والحوت حتى هو، وطحنوا كلشي في مره واحده. انا كما قلت لكم عندي الهاشوار صغيره، غادي نطحن شويه بشويه وننزل في البانيو. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما طحنت هاد البصيله غنبدا كنزيد شويه بشويه داك الحوت هكا، داك السردين، وغنطحن. هانتوما الكميه اللي غتهز ليا هاد الهاشوار غير كميه قليله صافي. غنطحن ونبدا نطحن وننزل في هذاك البانيو، نطحن تنكمل الكميه كامله. صافي هنا من بعد ما طحناها شفتوا كيفاش كتجي بيضه اولا حمراء،
فهمتوا؟ ولا غوز يعني ها نتوما كتشوفوا ما كتجيش كحله، هذيك الكحوله الفوقانيه هكا بهذه الطريقه راه ما كتبانش بتاتا انها، وعاد ملي كنزيدوا لها التوابل راه ما كتبانش بتاتا انها كفته ديال السردين. اذا هنا بسم الله على بركه الله غنضيفوا التوابل كامله. دابا هذه المرحله لو ان عندكم الهاشوار كبيره ما تحتاجوش انكم ديروا هاد الطريقه هذه، غطحنوا كلشي وغتهناو. بسم الله. هنا شويه ديال الموطارد ها نتوما، غير شويه. هنا بالنسبه للزيت ها نتوما الزيت الحاره، عطيني شويه تجيني شويه حاره. غنزيد شويه ديال الزيت بلديه ماشي بزاف لان راه درت هكا صافي. هنا غنزيدو هاد العصير الحامض كما كنقولوا، هاد التعليكه ديالو راه كيجي رائع بزاف. عرفتوا راه كل ما كيطول كل ما كيجي غزال. نتوما كيديروا غير هاد العظيمات بلاتي ما يجيش في هانتوما. شفتوا كيفاش معلك؟ هانتوما هادي راه التعليكه، هذا راه داك الماء والملحه ديال الحامض. شفتوا كيفاش كيجي؟ هذا هو الحامض المصير، كيتسمى حامض المصير. صافي. وغنديروا الثومه هنا الربيع، انا حيت كندير في المجمد شويه القزبر والمعدنوس. صافي. دابا غنحاول انني نخلط كلشي بسم الله هكا حتى تنسجم ليا العناصر كامله، تولي الكفته هي هذيك كامله. صافي. ها نتوما من بعد ما انسجمت العناصر كامله، هنا واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم. انا هنا خديت كيلو ونص ديال الكفته، كيلو ونص السردين اللي نقيته. علاش تعمدت؟ انا دائما كندير غير كيلو ديال السردين في الكفته كيجيني هو هذاك. انا خديت كيلو ونص باش غناخذ تقريبا داك النص كيلو اللي تطحن هكا تقريبا، وغادي ننزلو جانبا. غناخذ هاد الكفته دابا غادي نطيبها، وعلين ما نسالي علين ما كتكون هي كطيب غنسلق الرز وغنزيدو هنا وغادي نكورها ونديرها في المجمد. ملي غتجمد ليا ننزلها غير في بلاطو. دابا نوريكم الطريقه. يعني غنلقاها نهار غنبغي نصاوبطو يجي بالكفته تاع الحوت غادي نلقاها موجوده. هذه طريقه سهله يعني كتخدموا جوج الوجبات في مره واحده. نتمنى انني نكون وصلت لكم الميساج كما يجب. هنا دابا خديت الطنجره الكوكوت غندير فيها شويه ديال الزيت، غير واحد الكميه شويه، وغنبدا نقطع هاد البصيله هذه دوائر هكا، وهذا دوائر بهاد الطريقه هذه القاع ديال الطنجره. صافي. دابا غادي ندوزو نقطعو عاوتاني واحد الحبه وحده ديال المطيشه، غير وحده. درت بصيله وحده وحبه د المطيشه وحده. عرفتو كتجي واحد التعليكه فيهم لتحت قبل الكفيته، كتجي واعره خطيره خطيره. غير جربوا بهذه الطريقه وتشوفوا والله ما غادي تندموا، غتبقى دائما تولي هي معتمده عندكم هذه الطريقه هذه هكا. صافي. غنحيد لها هذاك الجدير لان ما غاديش باش ما يبقاش هكاك عندنا صايب. صافي. هكا كنحاول انني نستفهم نفرقهم. صافي. وغادي نرش لهم شويه ديال الملحه. سمحوا لي هكا ناخذ شويه ديال الملحه. صافي. هكا شويه ديال الملح باش ما تجيناش ديك البصيله والمطيشه ما تجيش باسله. صافي. دابا غنبداو كنحطو ننزلو في الكفته ديالنا بهذه الطريقه هذه. بسم الله هكا. بسم الله على شكل صبيعات بحال الكفته ديال الزنقه هكا، وننزلو ونبداو كنستفو هكا. يعني ساهله. صافي. والطياب بالنسبه للطياب ملي غنكمل التستاف ونسالي غنعمر الطنجره، غنشعل عليها الكوكوط. بمجرد ما غتبدا كتصفر غنحسب لها 10 دقائق فقط، ما نفوتلهاش 10 دقائق لان راكم عارفين الكفته ديال السردين ما عندناش شي حاجه اللي غادي تحتاج اننا نطيب. صافي. غنستمر هكا حتى نكمل. صافي. هنا من بعد ما كملت هاد التستاف كناخذ هنا واحد شويه ديال الزيت بلديه وكندير غير خطيط من الفوق بحال هكا كيف ما شفتوا هكا. صافي. دابا غنسد عليها الطنجره وننزلها فوق العاد. اذا ها نتوما الاخوات شفتوا من بعد ما طفيت عليها باقي فيها تلقات هذيك انني ما درت حتى قطره ديال الماء، وديك البصله ومطيشه تلقات هذيك الميها ديالها غادي نشعلوا عليها وغنخليوها حتى تعسل حتى تشرب ديك المرقه ديالها اللي تلقات، وعاد ننزلوها من بعد. هادو ها هي الوجيبه ديالنا وجدات. عرفتوا راه رائعه رائعه رائعه. واحد التعليكه واحد المذاق راه ما يمكنش نوصف لكم.
غير جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا خبر. شتي اللون اللي كيجي، اللوين اللي كيجي داك اللون ديال الكفته ديال اللحم. ولا بغيتوش ديروا معاها هاد البصله ومطيشه راه ممكن ما ديروهاش، ديروا غير الزويته ونزلوها وشحروها في ديك 10 دقائق هي موجوده بلا قطره ديال الماء، راه كتجي غزاله. غير جربوها بطريقتي وما تنساوش بارطاجيو الفيديو الى عجبكم اكيد مع الاخوان والاخوات ديالكم ومع العائله باش تعم الفائده. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم بلايك وبارطاج. اذا نخليكم مع اخر الفيديو طبعا. اذا كما كنقول لكم دائما لا تنسوا اني احبكم في الله حبا كثيرا. خليكم في امان الله وحفظه.